السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناة وصفات نزا يوسف. فيديو جديد على القناة. كيف ما عودتكم هاد المرة غادي نحضر معكم مسمنات بعجينة المسمن اللي كيجيو لذاذين خطيرين في مذاق الحشوة ديال البسطيلة بطريقة سهلة وبسيطة. كيجيو مرقين، كيجيو لذاذ خفاف، وكذلك سريعين في التحضير ديالهم، انكم توجدوهم بواحد الكميه اللي وفيره. انا وجدت غير كميه قليله، الله يجعل البركه، وانتم تقدروا تدوبلوا المقادير كيف ما كتشوفوا. كيجيو من الداخل الشكل ديالهم بحال البسطيله اللي كتكون مورقه. غادي ندوزو نشوفوا الطريقه والمكونات. هنايا كناخذ واحد القصريه اللي كندير انا. درت كميه ديال زلافه ديال الدقيق عامره شي شويه، تقريبا زايدها واحد زلافه، وزايدها نص كاس ديال الطحين. درت معها كاس ديال الفينو واحد. غنحتاج الراس ديال المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى. غنحتاج كذلك واحد الكميه صغيره ديال العسل، تقريبا معلقه، انا هنا راه جامد عندي. غادي نحتاج الزيت النبات، زيت الروميه عاديه. غنحتاج اصفر بيضاء اللي غادي ناخذ غير ضروري، بغيت انا غير الاصفر باش ندهنوا الابيض باش ما نضيعوش. كنديروا في العجين. كنحتاجوا معلقه ديال الخل، وكنحتاجوا الملحه. ما كنديروش الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه ابدا. كناخذوا القصريه كنديروا فيها ديك المكونات كاملين اللي فيهم الدقيق، الفينو، ابيض البيض. كنحتاجوا الملحه، العسل، وكنضيفوا داك الكميه ديال الزيت اللي درنا، تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال الزيت النباتيه اولا الروميه. كنديروا معلقه صغيره ديال الخل، وكنضيفوا الملحه. كنعجنوا بالماء يكون دافي ضروري لان الجو كيكون بارد دابا. صافي هنايا كنبقى ندخل هذيك الكميه ديال الماء. انا عجنت هاد زلافه ونص مع تقريبا زلافه وجوج كيسان ديال الطحين بالفينو. كنديروا ليها تقريبا واحد الكاس، 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء يكونوا دافين. غادي نطلق العجين، ما غندلكها لا حتى شي حاجه. غندير ليها الزيت وغادي نجمعها. غندير لها في واحد البلاستيكه اللي حتى هي غندهنها بشويه ديال الزيت. صافي كيف ما شفتوا العجينه ديالي راها عاديه، ما دالكهاش، غير جمعتها، ولكن كتكون خفيفه في اليد ديالك. غادي نديرها في البلاستيكه وغنحطها جانبا ترتاح. هنا غناخذ الكوكوط اللي غندير فيها واحد الكميه ديال الدجاج اللي كتبقى متوفره، يعني الكميه اقتصاديه وصافي. غندير المذاق ديال البسطيله، يعني بحال غنحضر بسطيله ولكن غندير كميه ديال الدجاج اللي قليله. كناخذ الكوكوط اللي كندير فيها الدجاج اللي على حسب الرغبه. كندير الربيع وكندير الثومه. بالنسبه للبصله باش ندير التغميره، انا هنا درت 3 ديال البصلات متوسطين ديال الحجم، يعني الحجم ديالهم متوسط. درتهم في الهاشوار، ضربتهم واحد 3 ديال الضربات وضفتهم على سميتو. ضروري باش كتجيك هكا التغميره معلكه وتكون البصله طايحه. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا البزار، سكينجبير، القرفه، معلقه ديال الخرقوم، وكنحتاجوا واحد الضامه ديال الزعفران، معلقه ديال السمن. وضروري وقيلا ذكرت لكم الربيع ضروري حتى هو كنديروه. درت كاس مخلط ما بين الزيت الروبيان والزيت البلديه. وصافي كندير هاد المكونات على نار مهيله فوق البوطه حتى كنقليهم مزيان. انا بغيت الدجاج حيت كان عندي جامد، بغيتو تطلق ليا، بغيتو تضيفوا الماء وتسدوا في دقه واحده، يعني ما بلا ما تقليو داكشي. كتبقى لكم على حسب الرغبه. صافي هنايا راني مرقت الكوكوط ديالي بواحد الكميه قليله ديال الماء باش ما تجينيش البصله ميها، وكنغطي عليها وكنخليها حتى طيب. رجعت للعجين ديالي هنايا وحيدتها من البلاستيكه، بقيت كنشكلها لقطع متساويين. انا شكلتها هنايا على 3 ديال الكويرات، هذوك الكميه اللي عطاتني 3 ديال الكويرات. صافي غادي نعاود نجمعهم ونشكلهم هكا كريسات صغارين، يعني على حساب الحجم، وغادي نغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا ليا. ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا. كندوزو هنا كنحيدو داك الدجاج من بعد ما طاب لينا كيف ما شفتوا. انا هنايا الكميه اللي درت، راه درت فخذ ودرت صدر ديال الدجاجه كامل. صافي هنا غادي ناخذ كيف ما شفتوا، ها هي البسطيله عفوا التغميره ديالي كيف ما عقدت راها عاقده، ولكن غنزيد نخليها حيت ضروري خصها تشرب هذاك الماء كامل تنشف حتى كتبقى لينا ديك الزويته في الكوكو ديالنا. صافي كيف ما شفتوا ها هي عقدات. من بعد ما كتنشف لينا مزيان كنضيفوا عليها، انا ضفت 3 ديال البيضات، وكيبقى الحجم على الحجم البيض اللي عندكم، وكذلك على حسب التغميره اللي عندكم. بالنسبه هنا لا بغيتي تعرفي التغميره عندك واش ناجحه ولا يعني ناجحه لك 100%، كتقلبي الكوكوط وكتشوفيها واش لصقت لك ولا لا. الا ما لصقتلكش راه عندك التغميره ناجحه 100%.
وما تحرقش لك البيض. ما نحبسش فاش نضيف البيض، ما نبقاش نحبس يديا من التحريك باش ما يتحركش ليا ويكون على نار مهيله حتى نحصل على واحد العقده اللي كتكون عندي اولا واحد التغميره اللي كتكون ناشفه. من بعد هنايا ما كملتها من التحراك ونشوف ليا وطاب ليا داك البيض، كنديرها في واحد الصفايه ونخليها جانبا حتى كيتسقطر ليها هذاك الماء ديالها. غادي ندوزو نشوفوا. هنايا عندي الحشوه كلشي واجد، كنخليه حتى كيبرد ليا مزيان وعاد ندوز دابا للعجين. غادي ناخذ العجينه ديالي، كنطلق غير بالزيت وكناخذ كميه ديال الزبده اللي كندير معاها واحد 2 معالق كبارين ديال النشا. كنضيف الزيت باش نطلق العجينه ديالي. كيف ما شفتوا راها طايعه واخده الطوع ديالها ومساعداني حتى في الخدمه. كنجبد في الاول من الجوانب وعاد كنبدا مني كنطلقها كنبدا نخدمها من الوسط باش هكا كنحصل. واخا تقطع لكم شي شويه ولا شي حاجه ماشي مشكل، غير المهم البلاصه اللي تقطعت لكم ما تعاودوش تضربوها، خليوها هكاك باش تبقى تجيكم متساويه. كناخذ المعلقه ديال هذيك النشا مع الزبده وكنبقى ندهن العجينه ديالي كامله الوجه ديالها بهذيك المعلقه ديال الزبده. كناخذها كنطلقها على هذا الشكل بحال اللي غنصاوب رغيفه اولا مسمنه عاديه وانا كنجبد. كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو في البدايه راه ما جاتني لا مدقصه لا حتى شي حاجه، بالعكس جاود العماره ديال البسطيله كافيه بحال اللي مدايرها بالبسطيله. وكذلك ما كايناش العجينه بحال اللي ما دايرش العجين ابدا في العماره. صافي هنا باش الفيديو ما كيجيش طويل نقصت من المهم من الفيديو، راه ضروري على حسب المده اللي حنا اللي كنصور فيها راه طويله ما شاء الله. صافي هنا غنغطيهم بالبلاستيكه وغنخليهم. هنايا عندي خديت واحد لي بول درت فيه هذيك الدغميره من بعد ما نشفت ليا مزيان، خديت ليها داك الدجاج اللي درت فرتته. وهنايا خديت باش نبقى في اطار ديال البسطيله لان البسطيله كتبغي هي اللوز. هنا كانت عندي واحد الكميه ديال اللوز كونكاسي اللي ضفت معاه حمرته، ضفت معاه معلقه ديال القرفه، معلقه ديال السكر كلاصي، وهذيك الزويته اللي شاطت ليا من ديك الدغميره من بعد ما تسقطرات ضفتها حتى هي وطحنتها معاه باش كتعطي واحد المذاق، يعني باش ديك البنه ديال الدغميره تبقى لينا في المهم تبقى في الحشوه وصافي، يعني ما تضيعش، حيت هذيك الزويته راه هي كلشي صراحه كتكون بنينه بزاف. المهم انا كميه قليله ديال البسطيله اللي درت كميه قليله ديال الدجاج عطاتني ما شاء الله راه كميه كثيره ووفيره، وتقدروا ديروهم هكا بسيطلات صغيورين. علاش لا راه كيجيو شكل كيجيو مذاقات وكيجيو عفوا كيجيو شكيلات زوينين. المهم لكم الاختيار نتوما. هنايا من بعد ما شفتوني شديت هذيك العجينه المسمنه الاولى طلقتها على هذا الشكل هذا حتى حصلت على واحد العجين، وخديت واحد القياس بعينيه هكا بالعبار ديالي درتهم هكا على شكل محنشات. تقدروا ديروهم على شكل رغيفات، تقدروا ديروهم المهم اي طريقه تفضلون. تقدروا ديروهم على شكل بسيطلات صغارين كتقطعوهم مربعات يكونوا هكا صغارين، وكتاخذوا كل وحده وكتضيفوها في واحد الغلاقه اولا في واحد السلك صغير وصافي، وكتبقاو تشكلوها هكا على شكل بسطيلات صغارين. المهم لكم الاختيار. انا فضلت ندير هذه الطريقه لان كانت كتخدمي بواحد السرعه وكتخدمي بواحد الطريقه اللي ساهله وفي دقه ودفعه واحده، يعني المهم ما عطاونيش واحد ما خداوش مني واحد المجهود وواحد الوقت اللي طويل انني نبقى واقفه في الكوزينه. صافي كنبدا نجمع هكايا العجين ديالي ونبدا نلوي بحال هذا الشكل هذا باش هكا ما نزيرش يديا باش ما يجيونيش. العجينه راها رقيقه وناجحه، يعني ما غتجيني لا مدقسه لا حتى شي حاجه. الطرف اللي كيكون من هنايا على هاد الجهه اللي غتلويو عليها كتنقصوا منه، كتوقفوا العجينه ديالكم كتحاول بحال اللي كتوقفوها بحال اللي كنديروا البسيطلات صغارين ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو. كنوقفوهم باش كيبقاو يجيو هكا واقفين باينين بحال هكا. كنوقفوهم باش منين نقرصوها كتجي ما كتجيش رقيقه بزاف، كتجي متوسطه. هي هذه كتجينا في الحجم هي هذه. صافي كيف ما شفتوا عطاتني انايا هنايا 3 في 3 عطاتني 6 وزادتني وحده. والكميه العجينه اللي بقات عندي كتبقى لكم الاختيار انكم ديروا حشوه اخرى اولا ديروها. انا شنو درت ليها خديتها درتها في واحد البلاستيكه ودرتها في الكونجيلاتور، خليتها النهار اللي غادي نبغيها غادي نجبدها غنلقاها عندي جاهزه واجده غادي نوجدها ونوجد غير الحشوه ونعمر بها بالطريقه اللي بغيت. هذه كتبقى كنصيحه الا بغيتو تحتفظوا بالعجينه ديال المسمن حيت ما فيها لا خميره لا والو. كيف ما شفتوا هنايا كنبقى نلوي كنخشي داك الطرف اللي انا درت من الجوانب ديالو كندخلهم وكنخليه هنايا
كندخل الطرف من هذاك اللي كيكون على الاخر، كنخلي فيه من عجينه على الاقل واحد الاسبوع، وكندخلو من التحت ديال المحنشه ديالي. انا هذه راه كانت شويه تحلت ليا، ولكن ماشي مشكل، راه ما كيفيضوش. بالعكس بالنسبه للطهي ديالهم ضروري يكون الفران سخون مزيان في الاول، كتخليهم حتى كيتشمعوا لكم يعني يوليو بيضين، ومن بعد عاد كتنقصوا عليهم وتخليهم يطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل والشكل ديالهم على برا. صراحه كيجيو لذاذ، كيجيو خفاف، كيجيو بنان. جربوهم وردوا عليا. ما تبخلوش عليا قبل ما تدخلوهم الفران، عفوا كندهنوهم بالاصفر بيضه اللي خلينا مع شويه ديال الحليب وشويه ديال التحميره وصافي. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما لاحظتوا من الداخل. راه كتجي ديك، كتبقى غير التغميره هي اللي يعني غير الحشوه هي اللي كتبقى، ما كيجيش ديك التعجان اللي كيكون من الداخل. بالعكس كيجيو مورقين. راه حيت الكوكوط حدايا كطيب يعني الحريره هكا باش ما يجيكمش الصداع. ما كوريتكم هذيك يعني عطيتكم تسمعوا الصوت ديال التقرميشه. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبواحد التعليق والبارطاج مع الاهل والاحباب. تنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.